إن للاستقلال وإن للحرية ثمنا باهظا دفعه خيرة أبناء هذا الوطن المجيد، هذا الوطن الشامخ شموخ الجبال الرواسي من تلمسان إلى تبسة ومن تل الراسف إلى تبازة. هذه الجزائر أيها الإخوة الكرام ما كانت لتقوم لها قائمة لولا أن هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقاموا ولبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبوا نداء عقبة بن نافع، ولبوا نداء كذلك الأمير عبد القادر، ولبوا نداء لالا فاطمة سومر وحاسد بن بوعلي والعقيد عميروش ومصطفى بن بولعيد والسي الحواس والعقيد لطفي. هؤلاء أيها الإخوة الكرام هم خيرة أبناء هذه الأمة رجالا ونساء وقفوا جنبا إلى جنب لتحرير هذا الوطن، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة فرنسا والصليبيين هي السفلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام لا خوف على الجزائر أيها الإخوة الكرام، هناك معادلة لا تقبل القسمة إلا واحد وهي الجزائر. أيها الإخوة الكرام علينا أن نحافظ على هذا البلد، أن نحافظ عليه كما حافظ عليه الآباء والأجداد بالأمس. إن الجزائر أيها الإخوة الكرام يحسدنا عليها الأصدقاء والأشقاء قبل الأعداء، فعلينا أن ننتبه وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. تشهدوا